صباح الخير، كي صبحتوا لاباس؟ جيتو تشربوا معايا واحد الكويس ديال اتاي. ما دارش كشكوشه، معليش ما فيش النيه، كان فيك النيه وكان درت الكشكوشه. عرفتوا شنو؟ انا غير كنفتح لي ريزو سوسيو هاد الايامات كيطلع لي الموضوع ديال رضا ولد الشينويه. اجيو نهضروا شويه في واحد الموضوع. انا ما غاديش نتناولو من الناحيه اللي كيتناولوه منها كلهم، انا غادي نهضر على واحد الحاجه اخرى ثارت انتباهي في هذا الموضوع هذا. اوكي بصفتي حتى انا كنكون في لي ريزو سوسيو، حتى انا عندي يوتيوب، عندي تيك توك، عندي انستغرام، المهم يعني كنعرف شويه فشي حوايج في لي ريزو سوسيو. باش تنتشري وباش تكبري وباش تكبر لك قناتك خاصك يكون عندك علاقات اجتماعيه في لي ريزو سوسيو، يعني تكوني كتعرفي ناس باش تكبري لاباج ديالك. انا لاحظت بزاف ديال الحوايج اوكي سيرتو في المغرب. اول حاجه ملي كيدابزوا شي جوج في المغرب غالبا كيكونوا صحابات، ومن بعد كيدابزوا على شي اشهار، شي وحده سرقت لشي وحده شي اشهار، ولا شي وحده عرفت شي وحده على شي حد ودات لها شي اشهار، ولا هذه لا بليبار علاش كيدابزوا. بالنسبه للرضا ولد الشينويه حنا كنشوفوه كيفاش انتشر. انا شخصيا لو كتقولي لي غير هذه واحد العامين رضا ولد الشينويه غادي نقول لك هذاك اللي كيتعاطى. يعني انا شخصيا ما كنعرف عليه حتى شي حاجه بلا انه كيعرف يعاير وكيعرف يسب وكيعرف يديروا لك في السطر. انا عندي معروف بديك القضيه ديال يديروا لك في السطر واللي جاي يطلب، هادشي اللي كنعرفو. ما خصكش دوزي حداه وما خصكش تهضري عليه، سينو غادي تعذبي ولا تعاقبي من عنده لسانه الصليط. هادشي اللي كنت كنعرف عليه. ولكن يعني هذا بالنسبه لي انا سنه، هذا هو المحتوى ديالو. اوكي نقدر نقول شويه على الشكل ديالو وكيدير الذهب بزاف وكذا. دابا كما قلت لكم الا كانت فعلا عنده اهداف خفيه فالانسان كيبغي يوسع النطاق ديالو. هو في الاول بدا، راكم شفتوه كيفاش بدا شويه مع لي زانفلونسوز، شويه مشى حتى الممثلين ولا كيتعرف على الممثلين المغنيات، ولينا كنشوفوه مع ناس اخرين. مابقيناش كنشوفوه غير مع ناس ديال لي ريزو سوسيو، ولينا كنشوفوه كما قلت لكم حتى مع فنانين ومع فنانات اللي ولاو كيعرضوه لديورهم وكيجي عندهم لديورهم وهكذا. كما قلت لكم العلاقات في لي ريزو سوسيو مهمه باش تكبري البيزنس ديالك، سواء تكبري قناتك ولا تكبري شي بيزنس كتكوني تبيعي شي حاجه ولا. دابا انا اللي ما فهمتوش هو اننا تخيلوا مثلا شي وحده دايره افتتاح محل ديالها، دارت له افتتاح، كتبيع سيكار، كتبيع صبابط، كتبيع مكياج. شرحوا لي نتوما مثلا علاش يوقع الاختيار ديالها لرضا ولد الشينويه باش يجي يدير الافتتاح ديالها. يعني شكون هو؟ انا مثلا غادي نحل اليوم محل ديال المكياج، غادي نشوف لي زانفلونسوز اللي مشهورين ومعروفين وصفحاتهم كبار في المكياج. انا غادي ندير شي حاجه ديال الملابس، غادي نشوف صحابات الفاشن ولا كاع صحاب الفاشن واخا يكون راجل في الفاشن عندهم على مود، ربما عنده باج ديال لا مود، ربما فهمتوا. ولكن باش تفسروا لي باننا حنا من وحده غادي دير لنا افتتاح ديال شي حاجه غادي تجيب ولد الشينويه، يعني واش فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ لها علاش جبتيه، غادي تقول لك حيتاش كيبغيوه الناس وعزيز عليهم، هذاك الشيء عرضتو الافتتاح ديالي داكوغ. وها اللي عزيز على الناس، ها اللي عزيز على الناس، ها اللي معروف، ها اللي مشهور، دابا حنا ولينا كنشوفوا باللي حنا كنطلعوا القمه ناس المفروض ما خصناش نطلعوهم للقمه. منهم اللي زابوني ديالهم، انا مثلا ولد الشينويه منو اللي زابوني ديالو يكونوا عنده حتى 10 المليون منو ليهم. ولكن انا كاين شي حاجه سميتها الضمير المهني حتى في الخدمه ديال لي ريزو سوسيو. الناس ما كتبغيش المعقول، انا عندي خبره وتجربه في هادشي، ما كتبغيش المعقول. الناس كتبغي ماشي غير التفاهه، كتبغي التفاهه وكتبغي الترفيه وتبغي اللي يفوج عليها. هادشي اللي كيبغيو الناس. نتوما دابا طالع لكم الغاز، الشتا كطيح، الثلج كيطيح، كاين لوفو، ما عندكم ما ديروا بحال كتهضروا بالمعقول. ما خاصكم شي وحده دابا تجي وتفوج عليكم وتضحك معكم وتقول لكم شي حاجه. عندي مشاكلي، عندي ولادي، عندي راجلي، عندي هذه حياتي مبلانه، نزيد نصنطل هذه توقع عليا بالمواعيد. سي صا هذا هو المشكل. حنا في واحد العصر ان الناس ما بقاتش كتبغي حتى شي حاجه معقوله، قليل اللي كيبغي المعقول، قلت لهم البارح في التيك توك، قلت لهم علاش انا ما طلعتش في ريزو سوسيو، علاش هذه 4 شهور وعندي 64 كا في التيك توك، علاش هذه اكثر من عام عندي ما كنفوتش 100 الف يعني من بعد هذه مع عام ونص باش ولات عندي 100 كا في يوتيوب، تزادت 7000 شخص فقط. يعني المفروض دابا خص تكون عندي على الاقل واحد 300 كا، عندي يلاه 7000 شخص فوق 100 كا. علاش؟ لان المحتوى ديالي
كيتوجه لواحد فئه معينه ديال الناس، داكوغ. ما كيتفرجوش فيا المراهقين، كيتفرجوش فيا لي جون، يعني داك المحتوى ما كيثير ني مراهقين ني لي جون ني حتى شي حاجه. فداكشي علاش الصفحات اللي طالعه كتكون طالعه اكثريه بالمراهقين واكثريه بلي جون. على داكشي اتونسيون اتونسيون اتونسيون، حيت الخطاب ديالهم كيكون موجه للفئه اللي عاد طالعه. هما اخطر علاش؟ لان المحتوى ديالهم موجه لا جونيس، موجه للمراهقين، موجه للشباب الغد، موجه للامهات الغد، موجه للاباء الغد. فهمتوا؟ هما المحتوى ديالهم خصهم يكون احسن من ديالي، خصهم يكونوا يعني جديين، لانهم كيتوجهوا لواحد الفئه شبابيه اللي عاد طالعه. هادشي اللي كاين. وهذا الشيء هذا شوفوا في اي حاجه انا كنتصور بان دائما الدوله هي اللي خصها تدخل في هذا الشيء. في لي ريزو سوسيو غادي يفضح، غادي يفرش، غادي يهضر في هذه المواضيع، ولكن لا، خاص الحكومه هي اللي تاخذ قرارات. يعني هكا كما كنقولوا تاخذ الامور من زمام الامور، هي الدوله هي اللي خصها تاخذ زمام الامور في هذه المواضيع هذه. وهو باختصار الا كان مذنب راه غادي ياخذ العقوبه ديالو، والا كان بريء راه غيبرأ راسو. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم عليه. شي بغيت نقول لكم بلي حنا شعب عاطفي وكنتعاطفوا دغيا وكنسامحوا دغيا. هذا الشيء كله غادي يفوت. دابا تشوفوا بحال اللي فاتوا شلا حوايج اخرين، بحال اللي فاتوا انا شربت داك الكاساتين، بحال اللي فاتوا شلا حوايج اخرين. اوكي، انا باغي كشكوشه بالصيف. كما قلت لكم بحال فاتوا شلا حوايج اخرين، وحنا كنشوفوا دابا شكون اللي كيتعرض ولا شكون اللي كيتعرضوا للمناسبات والافتتاحات. حنا كنشوفوا ها اللي كان في الحبس، ها اللي داير هادي، ها اللي داير هذا، هما اللي كيتعرضوا. علاش؟ لان الناس كتنسوا، لان الناس كتسامح. بس حنا اللي كنستغربوا في حياتي كامله هو لي مامون، هو الامهات، كيفاش وحده مجوجه ووالده وام كيسمحوا لراسهم انهم يتخلطوا مع ناس فيهم شبهات. كيفاش انت كتجيبي الشبهات لراسك؟ انا هذا هو اللي كنتسائل دائما عليه في راسي. يعني واش ما كيخاف؟ كنقول في راسي واش هاد الناس ما كيخافوش من الشبهات؟ يعني واش ما كيخافوش من الشبهات؟ فوالا، صعيب الحال والله العظيم. اللي بغات الترموميكس من هادشي كله باش ما نصدعكمش على الصباح، اللي بغات الترموميكس كاين العرض الحالي نسيت نقول لكم. الترموميكس كاين العرض الحالي حتى ل 30 شهر بدون فوائد، كتجي 49 اورو فاصله 97 سنتيم في الشهر. وكاين دوزيام فول معاه، وكاين على 20 شهر كتجي 74 اورو في الشهر فاصله 90، وكاين على 10 شهور كتجي 149 اورو فاصله 90. وبيان سور دائما كاينه 3 فوا الا بغيتو 3 فوا حتى هي بدون فوائد، 2 فوا حتى هي بدون فوائد. اختي اللي بترشرش تجي تدير كونطو اللي عندها الفلوس بترشرش تجي تدير كونطو. راه غينفعكم البنات في رمضان، ما غاديش تندموا عليه. سولوا الناس الا كتعرفوا شي حد عنده، سولوه. رجعي ولا سولتي شي وحده وعيبات لك الترموميكس، انا نقول لك من دابا عارفيها ما كتبغيكش، عارفيها كتحسدك وكتغير منك وما بغاتكش انت ديري الترموميكس. عارفه راسك ماشي عزيزه عندها اللي عيباتك الترموميكس، عارفه راسك ماشي عزيزه عندها. الا كان عندها الترموميكس وعيباتو لك، عارفي باللي بغات فيك تماره. نقولها لك من دابا، ما تسوليش المقربون عندك، تسولي شي مقربه. بغا نعطيكم انا واحد المثال قبل ما نوض. كما قلت لكم مثلا القنصليات ديال المغرب هنايا في فرنسا، نعطيكم مثال بسيط. انا شفت مثلا القنصليه ديالنا ديال بوردو دار واحد الاحتفال ومعرضين على ناس كاع من المغرب باش يجيو، دي زانفلونسوز معروفين في لي ريزو سوسيو باش يجيو. وانا مثلا هنايا ما عرضونيش، ولكن انا بالنسبه لي كنشوف في راسي انني عندي قناه مهمه وكنخدم الجاليه المغربيه اللي عايشه هنايا في فرنسا. يعني كنشوف راسي انني حتى انا علاش ما نتعرضش داك ليفينمون، خصوصا وانني شفت في مدن اخرى هنايا مثلا في جوي اخرين في إيل دو فرانس. شفت عاوتاني القنصليه دايره حفله وعارضين شي ناس هما اللي قالوا، معدي لا كذبوا على القنصليه الله اعلم. يعني معروضين وجايين وكتعيط لهم القنصليه لا داك العام ولا دابا معارضينهم شي وحدين بدون محتوى، ما عندهمش كاع محتوى. فهمتوا؟ ف ما بقيت ما نقول، كنبقى ما نقول من كنشوف مثلا الحفله ولا القنصليه معيطه شي شخص معروف بالمشاكل ولا معروف انه داير البوز بالبكا ولا بشي حاجه تافهه معروف بها، يتعيط له في شي ايفينمون
وكتلقاي وحده اخرى عندها محتوى كتنفع به الجاليه المغربيه. انا كنشوف راسي كنفع الجاليه، يعني عاونت بزاف د الناس اللي جاوا. كنعاونكم في اي حاجه، يعني كنهضروا في بزاف د المواضيع، حتى البنات اللي بغاو يشريو ديور في المغرب. يعني شرحت لكم انايا الطريقه السهله باش ما ديروش الا بغيتوش ديروا كريدي. بزاف ديال الامور. عاد خلي صحاب اسبانيول الطاليان اللي جاو استقروا هنا في فرنسا، اللي كانوا هما السبب زعما اللي طلعوا لي القناه، لان هذا كان المحتوى ديالي. فانا كنشوف راسي ماشي قل من هادوك اللي كيتعرضوا كيجيو من المغرب واللي كيمشيو لمدينه اخرى. فرانشمون انا يعني انا من هنا كنقول علاش القنصليه المغربيه ما كتعيطش للناس اللي هكا معروفين، ولا علاش ما كتعيطلكش القنصليه ديال مدينتك. بحال دابا انا في بوغدو دايرين حفله معيطين فيها ما عرفتش شكون دوك الناس اللي تما هكا كبار صغار مخلطين. علاش القنصليه ما كتعيطش للناس ولا تدعيهم انهم حتى حنا نبغيو نمشيو، واخا غير بصفتنا مواطنين، واخا غير بصفتنا مواطن، ماشي ضروري يكون عندنا شي معرفه. مي سي دوماج لان انا بالنسبه ليا يعني هما خصهم يعرفوني، ماشي انا نعرف. كما قلت لكم انا عند مزيان المغاربه هنايا والحمد لله. فكيبقى فيك الحال، انا كيبقى فيا الحال. كنقول علاش شخص كما كيخصنيش في إيل دو فرانس معيطين على شي وحدين. بالنسبه ليا انا ما ندوزش معاهم حتى في الدرب. الا شفتهم دايزين في شي درب نبدل الدرب، كتلقايهم معيطين لهم ومكبرين بهم وعارضين عليهم. كتشوفي نتيا اللي عندك واحد المحتوى ماشي تافه، كتحاولي ما امكن انك تنفعي ولاد تنفعي لولاد بلادك، سواء في المغرب ولا هنا. كتعطي معلومات، كتعطي يعني كتنصحي حتى الناس. يعني انا كاع اللي كيجي عندي مثلا كنصحهم انهم يستثمروا في بلادهم، انهم يشريو الديور في بلادهم. يعني لا بلوبار انايا دائما كتسولوني كنقول لكم انا واش خايفه نشري في المغرب على انني نشري في فرنسا، خصوصا ان في المغرب كاين تسهيلات، كاين انك تشري سور بلان وهكا وهكا. فالمهم بغيت نقول لكم انا كيبقى الحال من كتبقاو تشوفوا بان لي ريزو سوسيو كتعطى وكيكبروا معاها الناس فوالا. يعني كتعطي القيمه للناس ما كيديروا حتى حاجه في حياتهم، ما كيديروا حتى شي حاجه شي مرات في لي ريزو سوسيو حتى حاجه. انا كنشوف شي وحدين كما قلت لكم شفتهم مع في قنصليات هنا ديال المغرب، شفتهم ديال باري ما كيديروا حتى حاجه. تعرفوا بالبكا، معروفين في لي ريزو سوسيو بالبكا وبالمشاكل وبالمعاطي. هادشي باش معروفين كتلقايهم تما. ليستومبي واحد النقطه، انا ما عمري في حياتي ما تسنيت القنصليه المغربيه تعيط لي حتى في ايفينمون، ولكن كما قلت لكم ملي كنشوف في لي ريزو سوسيو خصوصا كما قلت لكم من العام اللي داز القنصليه ديال واحد القنصليه مثلا في إيل دو فرانس، يعني كاين نابورت كي كتقولي حيت كاين هادي علاش انا ما نكونش. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ ما حيت القنصل معيط لهادي علاش انا ما يعيطوليش في القنصليه ديال بلادي اللي في مدينتي. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ يعني انا شي حاجه كاع ما تارتنيش، ولكن من وليت كنشوف هادشي كنقول علاش المفروض حتى هما ما يشجعوش التفاهه، حتى هما يشجعوا المحتوى الزوين. الا انت عندك ليدي انك تعيطي لي زانفلونسوز، ولا انت عندك ليدي انك تعيط للانفلونسوز، عيط للانفلونسوز محتواها نقي، ماشي محتواها ديال المعاطيه والمدابزه والمشاكل ودخل ما بين هذا وهذا ومعروفه بالشبكات.